السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بيت جميل عايش فيه أدهم وتاليا مع عيلتهم. كلهم بيحبوا بعض وبيحبوا يقضوا مع بعض أوقاتهم. تاليا وأدهم كانوا كل يوم الصبح يقعدوا مع تيتا وقت طويل، وكمان بيخلوها تحكي لهم حدوتة قبل النوم كل يوم بالليل. كانوا هما الاتنين بيستمتعوا جدا بوقتهم معاها، ودايما يطلبوا منها تحكي لهم عن حياتها زمان ويسمعوها، وكانوا بيسألوها عن مغامراتها وهي صغيرة في سنهم. وتيتا كانت بتقعد تحكي لهم وبتبقى شايفة ابتسامة على وشهم. لكن تيتا كانت دايما تخرج في وسط اليوم لوحدها، تغيب شوية وبعدين ترجع البيت ترتاح في أوضتها. تاليا وأدهم كانوا عندهم فضول يعرفوا تيتا بتروح فين لوحدها، وفي يوم قرروا يسألوها، ولما خرجت قعدوا يستنوها. لما تيتا رجعت قالوا لها إن عندهم فضول يعرفوا هي بتعمل إيه. تيتا قالت لهم إنها هتاخدهم معاها في المكان اللي هي بتروحه وبتكون فيه. تاني يوم تاليا وأدهم كانوا جاهزين وقاعدين متحمسين، وأول ما تيتا جهزت أخدتهم عشان يعرفوا تيتا بتروح فين. وبعدها اتمشوا شوية وراحوا عند شارع كبير جدا. تيتا بصت لهم وقالت لهم إنها كل يوم بتيجي هنا دايما. كانوا لسه مستغربين، بس استغرابهم زاد بعد ما حاجة حصلت. بعد ما الشارع كان تقريبا فاضي، قطط كتير ظهرت فيه. كل القطط قربوا جنب تيتا وقعدوا يتنططوا ويلعبوا حواليها. وتيتا وقتها طلعت كيس فيه أكل كانت ماسكاه في ايديها، وحطت للقطط أكل وقعدوا جنبها ياكلوه وهم مطمنين. وقتها أدهم وتاليا فهموا تيتا كانت بتروح فين، وكانوا مبسوطين وساعدوا تيتا إنها تأكل أكبر عدد من القطط حواليهم. ولما خلصوا وروحوا قالوا لها إن دي أكتر حاجة بسطتهم في يومهم. يومها اتعلموا أهمية الرفق بالحيوان وإنه شيء جميل، وطلبوا هما الاتنين من تيتا لما تروح تاخدهم معاها دايما. وبعدها بقى يحكوا لكل أصحابهم على اللي بيعملوه مع تيتا وشجعوهم يعملوا زيهم، وكل حد عنده قطط يروح يأكلها. وعرفوا إن حيوانات الشارع ما يقدروش دايما يساعدوا نفسهم، وإنهم لما يأكلوهم بيهونوا عليهم جزء من تعب يومهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.